الخنوس ينافس على جائزة أفضل لاعب إفريقي. دخل الدولي المغربي بلال الخنوس، لاعب خط الوسط الهجومي لنادي جينيك البلجيكي، في منافسة قوية للفوز بجائزة سولير دايبن، التي تمنح لأفضل لاعب إفريقي أو من أصل إفريقي في الدوري البلجيكي للمحترفين. وينافس الخنوس على الجائزة في دورتها 33 مع 4 لاعبين آخرين هم محمد عمورة، يونيون سان جيلواز، كيفن دينكي، سيركل بروج، مانديلا كيتا، أنتويرب، وأبوبكاري كويتا، سانترون. وقدم الخنوس صاحب 23 عاما مستويات جيدة هذا الموسم مع ناديه جينيك، حيث سجل 3 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى. كما سبق للاعب أن فاز بجائزتي أفضل لاعب واعد في الدوري البلجيكي لعام 2023 وجائزة أمل العام في بلجيكا. ويأمل الخنوس في إضافة جائزة سولير دايبن لرصيده من الجوائز الفردية هذا الموسم، وتعزيز مكانته كواحد من أبرز النجوم المغاربة الشباب في الدوريات الأوروبية.